تطهّري. أعتذر منّك ياسر حبيبي أنت كونك كملت. على أي حال، لإخواننا المستمعين اللي ما فاهمين شو الموضوع، هذا حوار راح يدير بين الأخ مؤمن الغدادي والأخ جمال حول مفهوم العلمانية. مؤمن يعتبر من أكبر منتقدين العلمانية في العالم العربي، وجمال يقدّم نفسه على أنه هو شخص علماني. الآن الحوار راح يكون في البداية دقيق دين المؤمن، ودقيق دين جمال، وبعدين دقيقة بدقيقة. تفضل مؤمن مايك لك. أو كم دقيقة أول مداخلة؟ طيب دقيقتين، من دقيقة لا 3 ثنتين أول و12، 3 بس عشان ثنتين الواحد. و13 لثنتين و15. تفضل. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول تفضل الله. يالّا 3 تفضل. أما بعد طيب سريعا هو مفهوم العلمانية راح ناخذه احنا بمنحنى خطير جدا من خلال التعريف وليس من خلال المعنى، وهي ما يقوده أو ما يرتكز أو ما ترتكز عليه العلمانية هو المنهج العلمي في الرؤية الكونية، تمام، التي تبني عليها الحقوق وتبني عليها الواجبات وتبني عليها النظرة والقيمة والغاية والمراد والمعنى. فالمنهج العلمي بشكله العام الذي تتبعه ويلتصق ويكون مرافق ولصيق حقيقي وثنائي وتوأم للعلمانية هو بذاته، تمام، يعطي لنا ويقول لنا أن المرأة ناقصة عقل بيولوجيا، تمام، وأنها أدنى من الرجل، وأن هذا النقصان في اللفافات العصبية، تمام، لأم الملحد اللي هو بيعتبرها عند جينات خردة وبيعتبرها أعضائها ضامرة، هذا المنهج العلمي. في نفس الوقت يقول عنها ناقصة عقل بيولوجيا، أي أن دماغها أقل من الرجل ويعطيها مرتبة أقل من الرجل. هو بنفس الوقت يقول وتقول الدراسات العلمية أنه يوجد ارتباط بين معدل الذكاء وحجم الدماغ، أي أن المنظومة العلمية التي تتفرع وتنبثق من العلمانية كمنهج الحياة تؤكد ويؤكد أن المرأة أدنى من الرجل وأنها أقل ذكاء وأن ذلك مرتبط بالذكاء وأنها ناقصة عقل بيولوجيا. هل انتهت الدقيقتين؟ هذا هو محور الحديث. فأي إنسان علماني هو ملزم بالعلم، والعلم هو يلزمه، تمام، أن أمه أو أخته أو زوجته أو بنته ناقصة عقل بيولوجيا وأقل 150 سي سي من الرجل وهي أدنى منه، وأن ذلك مرتبط أو وجود علاقة ارتباط بين معدل الذكاء وحجم الدماغ. بس يا أستاذ اي كيو. تمام حبيبي، شكرًا إلك مؤمن. ما أعرف وين انتقاد العلمانية بالموضوع، لكن تفضل جمال أنت سمعت مداخلته، دوري لك. جمال تسمعنا؟ شباب صوتي مسموع؟ ما في عنده صوت، قاعد بجهز بالدراسات بجوز. بالنسبة اللي هاي شلون يقوله بالله؟ طبعا العلم اللي يقوله يعني ماكو هيك شيء، يعني هو يقوله يعني ما عنده مصادر علمية اللي هو ارفع صوتك. جمال ارفع صوتك ناس. ما أدري تسمعني لو لا هسه. هسه صوتك واضح، تفضل. تمام. العلم اللي هو يدعي به ويقول إنه المرأة أقل بيولوجية من الرجل هو كلام غير صحيح، ما موجود هذا الشيء بالعلم. وأتحداه يجيب مصدر علمي يقول إنه المرأة أقل من الرجل. بالنسبة يعني ألبرت أينشتاين وأخذناه قبل، يعني هاي مناظرة بيني وبينه قبل سنتين، وقلت لك إنه ألبرت أينشتاين اللي هو معدل حجم دماغه اللي هو أقل من الحجم الطبيعي. أينشتاين إخوان هو أقل من الحجم الطبيعي تقريبًا، ما أدري ب10 ملم لو ما أدري 20 ملم. أينشتاين إنه ما كان حجم دماغه اللي هو بالحجم الطبيعي، وعداه يعني عداه اللي هو دافنشي حجمه أكبر من الكل. فهذا تناقض. ليش؟ لأن دافنشي إله معدل ذكاء 146 وأينشتاين 176 أو 178 هذا الحجم. وأينشتاين هو عنده يعني نظريات هي فادت البشرية وهي أكثر معلومية مني ومن أي واحد. فأريد أسأل الأستاذ مؤمن، يا أستاذ مؤمن، معناها أنت تقول إنه أينشتاين هو أقل علمية وأقل معرفة مني ومنك؟ هذا تقوله؟ ليش؟ لأن معدل حجم الدماغ للمرأة أقل من الرجل. فأنا راح أعيد النظرية نفسها عليك. هل أينشتاين هو بما إنه معدل حجم دماغه وهذا موجود كلكم تقدرون جوجل أكثر أصغر من
حجم أي دماغ بشري. فالسؤال للأستاذ مؤمن وللبقية اللي موجودين، هل دماغ أينشتاين أقل معلومة منك وأضعف منك وما كان تمام، يقدر يكون فكرة؟ سؤالك واضح، شكرًا. سؤالك واضح. مؤمن تسمع؟ موجود طبعًا على السمع، مؤمن، على السمع والطاعة طيب بإذن الله. أكو سؤال طرحه جمال وأنت سمعته، تفضل جاوبه وكمل. أول بدي أعقِّب بعدين باجاوب ويبشر. طيب يا أخوان كالعادة هاي مشكلة الإنسان الذي لا يقرأ، مشكلة الإنسان الذي يسمع للدحيح، ومشكلة الإنسان الذي يعني يستقي معلوماته من جروبات الواتساب. فمن الطبيعي أنا وضعت أول شيء 3 سكرينات من 3 دراسات تثبت أن المرأة ناقصة عقل بيولوجيًا بأقل 150 سي من 10 إلى 15، وهذه بديهات. لو إني أنا يعني بادرسك بصف ثامن بالأحياء باكحشك إذا ما بتعرفش هاي المعلومة. هاي بديهيات، يعني ما في إنسان كمّل صف 10 ما بيعرفش إنه المرأة حجم دماغها أقل من حجم دماغ الرجل، وأنها أقل بلفافات عصبية، ويعني أنها أقل تطوّرًا، لهذا هي مصنفة أقل. تمام؟ حطيت لك دراستين عن وجود correlation، وجود ارتباط بين حجم الدماغ ومعدل الذكاء. فند أم الدراسات العلمية، ضع أنت دراسات علمية في المقابل، فند لي هذا العلم، فند لي إياه. هاي نقطة. نقطة أخرى نروح ننتقل لأينشتاين. بدي أفاجئك يا جمال، للأسف الشديد حجم دماغ أينشتاين تم قياسه بعد الموت. خُذ هالمعلومة الجديدة، لمّا بعد الموت أولًا كُبر العُمر بيقلل منه من 2 إلى 5%. ثانيًا قياس حجم الدماغ بعد الموت يفقده من 10 ل15، أي حوالي 200 سي، من 100 ل200 سي. فأنت مش فاهم الفكرة أصلًا، أنت مش فاهم شو بتحكي، قسمًا ميت من الضحك أنا وأنا أسمعك ميت من الضحك. يعني لهالدرجة فعلًا، يعني لهالدرجة مستواكم ضحل؟ صراحة هذا شيء طبيعي لأنه بعد الموت تم قياسه، ومع ذلك عنده الجبهة الأمامية المسؤولة عن التحليل والتفكيك والإدراك هي أكبر من الآخرين، اللي هي المسؤولة بهاي فيها اللفافات العصبية. عشان هيك هو كان أذكى. فيا أستاذ جمال، لا أنت فاهم لا بيولوجيا ولا أنثروبولوجيا ولا إحصائيات طيب، ولا علم طيب، دماغ ولا علم شيء. خلص وقتي؟ طيب لا أي خلاص وقتك أنت أختم بس ب3 خلاص ثواني. وقتك، أستاذ جمال، تفضل. بترد الآن على الدراسات العلمية وبتثبت أن نقصان عقل المرأة تمام غير صحيح، وأن الدراسات وعلم الأعصاب بخبص. بتثبت أنه لا يوجد، ركز معي، لا يوجد علاقة بين معدل الاي كيو أو معدل الذكاء وحجم الدماغ. وبتثبت انه حجم دماغ اينشتاين لم يتم قياسه بعد الموت. بعرف اني فاجأتك، تفضل. طيب جمال حبيبي تسمعنا؟ مم. جمال، أسمع. سمعت السؤال، فهمت له عيد سمعته أطرحه عليك، وأتهرب من سؤالي قدام الكل، بس قدام ارفع الكل صوتك، أنت أتهرب. مبطوح وتكلمني ارفع صوتك. ما أدري صوتي واضح لو لا، لا أنت قبل شوية كان أفضل، ما أدري تسمعوني لو لا. إذا تقدر ترفعه، أنت صار لك ساعة صيّح، ارفعه بس. طفيل ما عندي شيء، أي شيء مشغله يعني هو دا أحكي بصوتي. إذا جاي أقول لك بس ارفعه. أرفعه شلون يعني؟ أنا لا فاتح سبيكر، لا مسوي رابط المايك، لا مسوي شيء، يعني مجرد دا أحكي بصوتي. إيه هيك تمام. بهذا الطريقة تتكلم، أخوان بهذا أكو الطريقة. دراسة اسمها اتفضل Neural يعني. Science of Sex Differences، وتحكي عن الفروقات بين دماغ الرجال والمرأة. هذا الشخص ما باحث وما يعرف هذا الموضوع، راح أرفعها هسه الدراسة مال Neural Science وقدام الكل. طبعًا قبلها من حكينا على أينشتاين هو ما عنده رد، ما رد علي أي شيء، وهاي نقطة تنحسب إلي، بس إنه المحاور غلست له عليها. ليش؟ لأنه هو راح طب ببارت إنه أني لازم أحكي على المرأة. السؤال إلك يا عسوب، ليش تهرب برأيك من النقطة اللي أنا حكيت أستاذ بيها؟ جمال أستاذ جمال خلّي أكمل، الأخ جاوبك. لا، خلّي لا هو أكمل السؤال. والله تنتقدني. تفضل يعني، تفضل. ليش تهرب من موضوع أينشتاين إنه هو حجم دماغه أقل من حجم الإنسان الطبيعي؟ إلك السؤال. السؤال الثاني، طيب خلّي أكمل بس. كمل السؤال ثاني. السؤال الثاني للأستاذ مؤمن. أستاذ مؤمن أخي، تعرف أكو دراسة اسمها Neural Science of Sex Differences؟ تعرفها لو ما تعرفها؟ وإذا ما تعرفها هسه راح أرفعها قدام الكل، وتعرف شلون الرجل يفكر، طريقة تفكير دماغه وطريقة تفكير دماغ المرأة.
فأستاذ مؤمن بما إنه أنت متزوج جديد، تعرف شلون يفكر دماغ مرتك؟ ها هي. طيب شوف حبيبي جمال، الأخ جاوبك في مسألة أينشتاين وقال لك إنه تم قياس حجم دماغه بعد الوفاة، حتى اي كيو ولأن بس بعد وقته لا بس تكون لحظة محكم، لا تكون محكم بس اعطيني أعطيك المايك. ما عليك. هو غير التنظيم هيك شيء مؤمن ترى منظما. قياس كان حجم دماغ أينشتاين أصغر من المعتاد لأن تم قياسه بعد وفاته. مؤمن مقدادي، سؤالك جمال سؤال أخير أعتقد سمعته، تفضل. اشكرك بس اي شيء بيرفع لي اياه ابعث لي اياه، انا برفعه لانه انا عامل له حظر فما ببين عندي. طيب شوف، تمام يا لا تفضل. مش عامل له حظر، لا معناته راح يبين عندي. خليني اتاكد من الموضوع. طيب يا اخوان انا ما بعرف هو فعلا في نوع من انواع يعني عدم احترام المستمعين، في نوع من انواع عدم امان العلميه امام المستمعين. ليش هيك؟ يعني ليش احنا وصلنا ب 2026 زي هيك؟ هل حدا ناقش يا اخوان الفروقات العقليه؟ حدا جاب سيره الفروقات العقليه؟ احنا تحدثنا عن امرين وضعنا دراسات عليهن. اول امر نقصان عقل المراه بيولوجيا، اي ان دماغها اقل من 150 سي سي. شفتوه جاوب؟ شفتوه جاب دراسه اكد ان المراه ليست ناقصه عقل بيولوجيا؟ فند هاي الدراسات العلميه وهذه البديهيات وهذه الحقائق العلميه؟ لا. الدراسات الثانيه اللي احنا حكينا عنها، او النقطه الثانيه اللي احنا حكينا عنها، فكره وجود ارتباط كوروليشن ما بين الاي كيو وما بين حجم الدماغ. حدا حكى يا اخوان عن الفروقات؟ حدا حكى عن كيف تفكر المراه وماذا تحب المعكرونه ام تشتهي البيبسي؟ شو التخبيص هذا يا اخوان؟ المناظره حقيقيه، احنا ملتزمين بالاطراف والاجزاء اللي احنا بنتكلم عنها. وين دور الاداره في الزام الطرف الاخر؟ حدثنا عن اينشتاين، الزلمه طلع ما بيعرفش الفرق ما بين قياس دماغه بعد الموت ومقارنته باسلافه، مقارنته موازنه بالاخرين. طلع الزلمه اول مره بيعرف انه اينشتاين تم قياس دماغه بعد الموت على زمن الطبيب هارفي. تمام؟ شو مدري؟ فاجأته انا، صدمته. الزلمه شو مدري؟ شو معرفه؟ صادق، حره على عيني وراسي، ما في مشكله. انصدم، اول مره بسمع بهاي المعلومه. ايش علاقه الفروقات العقليه يا استاذ جمال؟ اذا كنت عاجز تمام عن المناقشه وعن الحوار وعن التفنيد، انسحب واهل من غيرك. اخرجوا لنا شجعانكم يا اي كيو حقيقه للنقاش العلمي. ايه انا بقول له عن نقصان، طيب بقول له الفروقات عقليه، لا حول ولا قوه الا بالله. مؤمن ترى اكو وقت لازم تلتزم به. شنو سؤالك الأخير لجمال حتى أجاوبك سؤالي عليه؟ ان يلتزم، تمام، يثبت، يقدم دراسات علميه تثبت ان المراه ليست ناقصه عقل بيولوجيا، اي ان حجم دماغها ليس اقل من الرجل، ويثبت انه لا يوجد، ركز معي وهذا بدك تلزموا فيه، لا يوجد ارتباط ايجابي بين معدل الذكاء وحجم الدماغ، كما انا نشرت الدراسات ورفعتها. تفضل جمال، سمعت السؤال؟ تمام اخوان، هو هسه تفضل. اثبت قدام الكل انه حجم الدماغ ما له علاقه، ما له اي علاقه بمعدل الذكاء. انا رفعت فوق فالدراسه مبنيه على اساس النيورال ساينس اوف 6 ديفرنسز. اخوان المؤمن اثبت قدام الكل، اثبت انه معدل ذكاء المراه عالي حال الرجل، واثبت انه كلامي صحيح. انا اشكر مؤمن، اشكرك جدا، اشكرك بمناظره يعسوب ينظم بيني وبينك، ويعسوب اسلامي. اخوان قدام الكل اقولها، اي ادعاء ندعي به، وانا رفعت المصادر مالتي رفعتها فوق ورفع وراها مصدر. اخوان قدام الكل اثبت هذا الاحمق. ليش اقول احمق؟ لان هو اثبت قدام الكل انه كلامي هو صحيح، مو كلامي غلط. بس اتفقنا انا ما اشكر نجاوب على بعض جمال. بوقته هو يرد، هو يرد. لا هو مو يرد بوقته يعني، تتجاوز ما يصير. اسف اسحبها. يلا. وان قدام الكل وقدام كل المعربانيه اثبت انه كلامي صحيح، واثبت انه معيب على المراه هو مو صحيح علميا. ما عنده اي دليل على انه المراه اقل من الرجل، ما عنده اي دليل، حتى باختلاف حجم الدماغ للمراه بالمصدر اللي جابه. هو يقول لك ان المراه اقل اصابه بالزهايمر من الرجل. هذا الرجل ظاهر ما يقرا، ما يجيد الانجليزيه، وهاي مشكله. انا مجرد جبت مصدر، هو جاب مصدر، والمصدر مالته يقول له هاي مو بريفليج، يعني هي مو افضليه للرجل على المراه. كارثه عدى يحكي.
كارثة الرجل ما يعرف المصدر اللي جابه، ما يعرف إن المصدر اللي جابه يدينه. أستاذ مؤمن قدام الكل قدم اعتذارك وقول إنه أنا المصدر اللي جبته هو ما بي دليل على إنه المرأة أقل من الرجل. شكرًا. طيب مؤمن حبيبي، جوابًا على سؤالك، الأخ رفع دراسة من ما أعرف أقرأ هذا، عفوًا ما أعرف أقرأ بالإنجليزي. على أي حال رفع لك دراسة من مجلة علمية تثبت إنه لا يوجد علاقة بين حجم الدماغ والقدرات العقلية عند الذكر أو الأنثى. طيب. وكان السؤال الأخير سمعته، تفضل. طيب شفتوه يا اخوان جاوب على الاسئله؟ لا، بقول رفع دراسه والاي كيو اكيد ما شافهاش. اتحداه اذا فيها كلمه بتقول انه لا يوجد فرق. ومع ذلك مش موضوعنا. الدراسه بتتكلم عن الهرمونات اللي رفعها، عن تسترون وتاثيره على العمل الوظيفي. شو دخل امها بالموضوع اللي احنا بنحكي فيه؟ ايش علاقه؟ روح افتح الدراسه وروح اضحك. تمام، هاي اول نقطه. ثاني نقطه، وين الدراسه قالت انه لا يوجد بشكل مطلق فروقات عقليه، بالرغم انه مش موضوعنا، بين الرجل والمراه، ومع ذلك مش راح نحول لهذا الموضوع. استاذ جمال، اذا مش قادر تدافع عن دونية المرأة انسحب وخرج رجل مكانك. بصراحة المرأة ناقصة عقل بيولوجيا، هي المصادر أمامك. 3 مصادر، ولا واحدة فينا بتحكي لا عن زهايمر ولا عن غيره. 3 مصادر بتقول لك إنه المرأة أقل حجم دماغها 150 سي سي، أي أن اللفافات العصبية عندها أقل 150 سي سي. تمام، هذا الأمر واضح وفاضح وهي أمامك. مش قادر تدافع، شوف لي أمر آخر. أنا أخوان رفعت دراستين بحكي عن وجود ارتباط بين معدل الذكاء وحجم الدماغ. هل يستطيع الأستاذ جمال أن يفند أي دراسة منهن؟ الدراسة الأولى بتقول لك، بتحكي عن عن الاشتباه الأول، تمام، القديم. هيك أولها بدي أقرأ لكم أول سطر: brain size and IQ are positively correlated. وجود ارتباط إيجابي، تمام، بين حجم الدماغ ومعدل إيش؟ الذكاء. هي الدراسة الأولى راح أحط لكم إياها، اللي هو إنه أحد العوامل. هي بالتعليقات. شوفوا الدراسة الثانية صارت على عينة أكبر، وجدوا عملوا بالتوائم، وجدوا إنه فعلا في علاقة إيجابية بمؤشر قوي، بالرغم إنه إحنا مش موضوعنا قوة الارتباط، موضوعنا وجود ارتباط. يا أستاذ جمال، إذا كنت عاجز تمام عن الدفاع عن دونية المرأة ونقصان عقل المرأة، فلتذهب أفكارك إلى الجحيم ويأتي شجاع آخر. نريد شجعان يستطيع أن يثبتوا أن المرأة ليست ناقصة عقل بيولوجيا، وأن المرأة تمام، وأنه لا يوجد ارتباط بين حجم الدماغ ومعدل الذكاء. سؤالين، نظل نلف وندور ما في داعي. سؤالين: انه المراه مش ناقصه عقل بيولوجيا، وانه لا يوجد ارتباط. استاذ اي كيو الزموا بهذا السؤال، يثبت ان المراه ليست اقل حجم دماغها من الرجل. ثانيا، انه لا يوجد ارتباط، لا يوجد كورليشن ما بين الاي كيو وما بين البرين سايز. بس دوري يعسوب لو أحكي لو شنو؟ يعسوب أعتقد فصل الولد. أي تفضل. تمام. إخوان قدام الكل، رفعت دراسة من هارفارد. إخوان عدد دراسة من هارفارد، السطر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. عبروا هاي السطور وروح السطر السادس والسابع، وراح يحكي لك هو الرد على فكرة الفرق بين آلية تفكير دماغ المرأة وآلية تفكير دماغ المرأة، الرجل والمرأة. هذا الرجل، هاي مرة ثانية مؤمن اسمع، هاي مرة ثانية قدام الكل، وقلت لك زين شاربي. ليش قلت لك زين شاربي؟ لأن أنا مؤمن باللي أنا أقوله، وأنا مصدق وأعرف روح شو راح أرد عليك فيه قدام الكل. اقروها اخوان، اصعدوا للمصدر. هذا من هارفارد. هارفارد افضل مصدر علمي، بعد ما اجيب لك مصدر علمي افضل. هارفارد يبين لك اللي هو دماغ الرجل شلون يفكر ودماغ المرأة شلون يفكر، ويقول لك انه ماكو فرق، انه هذا دماغ جيد وهذا دماغ سيء. يا متخلف، هاي مرة ثانية اقول لك اياها. إذا ما عندك معلومة فمشكلة باعتقادك، يعني مو بس باعتقادك، بمعلومتك. والمعلومات إخواني اللي ما يعرف، ترى أغلب اللي رفعهن مؤمن أنا منطيها، أنا كنت رافعهن وراد يستخدمهن ضدي، بس هو ما عنده معلومة الرجل. قدام الكل أزين شاربي من المصدر اللي رفعه ومن المصادر اللي أنا رفعته. إذا أكو شيء اسمه تقليل من قدرة المرأة، أزينه حرفيا هسه. أنا معاكم بالاتصال، أزينه هسه، أزينه. إذا قال أكو إنه المرأة أقل من الرجل، مؤمن عيب بدها تسوي، عيب
المصدر اللي أنت رفعته واللي أنا رفعته وأنت مصدر رفعته، أتحداك يقول المرأة أقل من الرجل، أتحداك قدام الكل. تقدر تثبت؟ ما تقدر تثبت. فمؤمن بعد هذا الحوار اللي خضناه وأنا رفعت المصدر وأنت ما راح ترد علي وراح تروح تهاجمني بشكل شخصي راح تقول جمال ما جاب مدري شنو مدري هالبطيخ زين شاربت. شكرا صادي ياسر. طيب أنا أشكرك يا إخوان. شفتوا جاوب على أسئلتي يا إخوان؟ قاعد بجيب دراسات ضده، طلع لي دراسة من ستانفورد، أقسم بالله هي اللي بقرأ بالدراسة. الدراسة غير إنها قديمة ب 98 وبترجع لل 91 1991، يعني قديمة جدا. قلت العراقيين بال 91 قبل ما انولد. شو بتقول؟ يقول إلو هالبرن أن هناك الكثير من البيانات التي تشير إلى الأساس البيولوجي للاختلافات الإدراكية القائمة على الجنس. شو اعمل انا وقيد اقسم بالله الدراسه دائما بقراها اصلا انا لازم استشهد فيها ضدك. تخيل انت جايب دراسه ضده، اقسم بالله جايب دراسه. اقرأوها يا اخوان، كل شيء بنزلوا اقرأوه. اقسم بالله الزلمه مين يعني تشات جي بي تي بنقلك يا اخوان؟ مين اللي بيكتب له سكريبت يا اخوان؟ اللي بيساعد جمال على الخاص انت دمرته، لا حدا يساعده. من حالك يا جمال، الشات جي بي تي قضى عليك، الان بتعمل له حذف، الان بتعمل له حظر تشات جي بي تي. هاي نقطه من النقاط. استاذ ياسر بارك الله فيك، هل تستطيع الزام الاستاذ والاخ والحبيب القدير العظيم جمال بانه يثبت ان المراه ليست ناقصه عقل بيولوجيا وانها ليست اقل من الرجل 150 سي سي؟ هاي نقطه. نقطه اخرى، هل يستطيع ان يفند وان يثبت انه لا يوجد علاقه بين معدل الذكاء وحجم الدماغ؟ هاي نقطه ثانيه. هاي الدراسات انا وضعتها تمام. فكره الفروقات البيولوجيه بالرغم انها معي مش ضدي، مع ذلك انا لا اناقشها. احنا طرحنا سؤالين والزلمه ما زال يلف ويدور فين. جمال للمره المليون، اذا كنت عاجز عن الاجابه وهذا واضح وهذا الفاضح الان، يعني بصراحه استبدل شخص اخر، وشات جي بي تي مش راح ينفعك. طيب شوفوا شباب، هذه آخر طيب دوري. مداخلتين. لحظة بس لا اصبر لحظة، يعسوب جمال دوري. خذنا مجال يا أخي. بس عشان لو سمحت يا أخي تسمعني أنت. بس بدي نقول إنه هذا آخر مداخلتين لكم، آخر مداخلة لجمال وبعد وحدة، وآخر مداخلتين لمؤمن. تفضل جمال. لا أنا أنهي لأن هو بدأ. أنا أنهي. أنت تنهي. قدام نعم ماكو الكل مشكلة. أخوان، قدام الكل. أنا صعدت في الدراسة من ستانفورد ومعتمدة بهارفارد، أعيدها. ويقول لي من 98 و2000 وما ادري شنو ومن هالسوالف. وقبلها انا صعدت قلت انه حجم دماغ اينشتاين هو اصغر من الحجم الطبيعي. فيا مؤمن ما ادري اذا انت تقرا الدراسات او ما تقراها، يعني انت بوقت مني مصادر هواي، فيعني بشرفك اقرا اللي انت ترفعه فوق قدام الكل. تحدي صارخ وانا انظر لاني صاحب الحجه. انظروا لمن يتحداني انه ليس بند. اسمع قدام الكل. طيب. اذا اثبتت اكو دراسه تقول لك المراه حثاله بيولوجيه، لو المراه حجم دماغها اصغر من حجم الرجل اذا هي تفكر اقل، مستعد قدام الكل ازين شاربي هسه. بس انا طلبتك قلت اول ما انطلب مني عندي، وهذا يعسوب شاهد، قلت له يعسوب اذا الولد يقبل ازين شاربي لو ازين شاربه. حط نفسك بهذا التحدي. اتحداك بالمصادر اللي رفعتها انت اللي ما قاريهن لك، ما اللي ما قاريهن. اخوان كلكم روحوا اقروا المصادر اللي رفعها مؤمن، ما لكم علاقه بالمصادر اللي انا رفعتها. اتحدى مؤمن انه بالمصادر اللي هو رفعها، مو انا رفعتها، باللي هو رفعها، انه يقول لك المراه اقل من الرجل. اتحداه. طيب. وانا باصر وبملء الفم، واني ما رفعت شيء، كله رفعته عفو كلاوات الرفعها مؤمن. اتحدى بس مؤمن هسه قدام الكل زين شاربك. لو ازين شاربي قدام طيب الكل انا جمال. مستعد. هاي اسمع، هاي صوت الماكينه اسمعوا. اصبر خلي شغلها قدام الكل. لا وقتك خلص جمال. تمام. سمعت لو صوت سمحت. الماكينه مشتغله يمي. سمعنا. اتحدى كلنا احنا سمعنا. قدام الكل لو زين شاربك، لو تقول انه انا المصادر طيب جمال وقتك ما قاريت خلص. الإنجليزي. لو سمحت. شكرا. تمام. مؤمن حبيبي، هاي المداخلة الأخيرة لك. تمام. وبعدها مداخلة أخيرة الجمال. مؤمن. تمام. وبعدين نسمع الناس اللي هم مستمعين يحكمون بالنقاش.
تفضل مؤمن. أشكرك. طيب بس من الوقت زيادة. أولًا بدي أبشر البنات إنه هذا الإنسان لحظة راح أعطيك الختامية 3 دقايق. ضروري تسمعني؟ كل شيء. تمام. يلا 3 دقايق. رسالة و40 رسالة سلم المايك ماشي، رسالة سيئة للنساء اللي كانن موجودات، فشل فشلًا ذريعًا في الدفاع عنكن، وأثبت أمام الجميع أنكن ناقصات عقل بيولوجيًا، وأن قدراتك العقلية أقل من الرجل، لأنه يوجد ارتباط هيك، لأنه يوجد هاي المعطيات كما أنا وضعت الدراسات يوجد ارتباط بين معدل الذكاء وحجم الدماغ، تمام؟ وأثبت إنه أنتِ أقل عقلًا 150 سي كما يقول أستاذ كارل فوغت أستاذ التاريخ الطبيعي أنكن متأخرات تطوريًا بحوالي 2,000,000 سنة تطورية. أستاذ جمال وضع دراسات ضدكم، منها آخر الدراسة تاعت ستانفورد، غير الفكرة اللي حكيتها أنا اللي بتقول نفسه الباحث بيقول لا يمكن تجاهل العوامل البيولوجية. شو بقول لك العنوان؟ لقد أنتجت التقنيات الجديدة عددا متزايدا من الأدلة على وجود اختلافات جوهرية في كيفية برمجة أدمغة الرجال والنساء. طب أنت في واحد دافع لك مصاري عشان تشوه حالك مع مؤمن مقدادي؟ انت لا. انا يا اخوان ما دفعتلوش مصاري، في واحد من جماعتنا شكله دافع له مصاري. مستحيل. اذا انت صاحي، انت معطيني شيء ضدك. طب انت قرأت شو بعثت؟ إذا اقسم بالله العظيم لو اني مش بحلق شواربي لحلق شعراتي كلهن لو اني انا مكانك. اذا شو اللي عملته انت بحالك؟ ايش عملت بحالك انت؟ اجوبي على الاسئله ما جاوبتش. رحت اتحداك يقول لما ما بقولوش انه المراه هذا تحيز جنسي اسمه، ما في دراسه علميه جاي هوشه تقول لك وهذا يعني ان المراه شو هبل اسمه. في معطيات ومن خلال المعطيات انت بتستشهد فيها. بس هذا العلم امامك. استاذ جمال اذا كنت عاجز عن الدفاع ان المراه اقل من الرجل 150 سي وانها ناقصه عقل بيولوجيا فهي مشكلتك صراحه مع العلم. انت زلمه عندك مشكله مع العلم وبدليل انك ظليت صامت. ثانيا أستاذ جمال 10,000 دولار إذا بتثبت بتقدم دراسة تقول أنه لا يوجد ارتباط correlation ما بين حجم الدماغ ومعدل الذكاء بس. ثالثا آخر مرة بتستشهد بدراسة ستانفورد أنا راح أحفظها عندي كان أصير أستشهد فيها للدفاع عن الإسلام وأحطها بثم الملاحدة. صراحة دراسة تخدمني جدا اللي أنت وضعتها، هي موجودة معي من سنين بس لا أنت رديت ذكرتني فيها لأنها بصراحة هي دليل إنها وهي دليل صحة وإحنا راح نقدسها هاي ونصورها ونعمل لها سكرينات تمام ونبرمجها عندنا ونحولها لPDF. أشكرك جدًا بصراحة. أستاذ IQ أنا أشكرك على حسن الضيافة وعلى حسن الاستماع وعدم المقاطعة. هاي نقطة تمام. وزي ما قُلت لك أنا باعرف إنه جمال فشّلك وفشّل النساء وفشّل كل الموجودين ولم يجب على سؤال، ليش؟ لأنه المعرفة والقدرة والمهارة عنده 0، مهارة حوارية 0، عدم فهم الأسئلة طيب جاب بها 100%، عدم الإجابة على الأسئلة برضه جاب بها 100%. وقتك انتهى مؤمن. وقتك انتهى حبيبي مؤمن. المداخلة الأخيرة إلك جمال وبعدين نستمع للناس اللي يستمعوا لكم نقطة ناخذ آرائهم. في عنوان بالدراسة اللي حطها شو عنوانها؟ كيف تختلف أدمغتنا، لا كمان بيشرح كيف تختلف يا حبيبي. زين ممكن أسولف تفضل مؤمن بالحوار يعني أنت أخوان الدراسة اللي حطيتها جمال. الأخيرة. جمال تسمعني أول شيء؟ إيه جمال أسمع. عفوا جمال أول شيء تسمعني إيه أسمعك. حبيبي. إلك هذا آخر 3 دقائق تمام و43 استلم المايك بعدك على طول أمير تفضل. متفق وياك. أخوان قدام الكل أثبت إنه كلامي صحيح وكلامه غلط. يعني أنا أشكر أستاذ مؤمن. يعني بالدراسة الأخيرة حطيت في الدراسة اللي هي تحكي إنه حجم الدماغ ما له علاقة إنه أنت تفكر بصورة صحيحة لو لا. إخوان ستانفورد وهارفارد نفسها اعتمدتها. هاي دراسة أنا رفعتها فوق. أنا أشكر أستاذ مؤمن قدام الكل أكد كلامي. أنا أشكر أستاذ مؤمن وبموضوع قدام الكل قال جمال ما رد علي لفي إخوان لا يلف عليكم يمنى ويسرى ويقول لك إنه المرأة كذا والمرأة يمنى ويسرى. إخوان كل الدراسات تقول لك إنه المرأة موضوع الزهايمر هي أفضل من الرجل، المرأة مالتي تاسك، موضوع الإكس. أخوان ابحثوا ولا تاخذون كلامي ولا كلام مؤمن. اخذوا كلام بشكل عام أي مصدر احنا رفعناه. المصدر اللي رفعه مؤمن أثبت بالدليل اللي هو حطه إنه المرأة مالتي تاسك. يا أخوان حط مصدر قال لك المرأة مالتي تاسك والرجل مو مالتي تاسك. أنا أشكر أستاذ مؤمن لأن هو حط مصدر فوق
وإنه أثبت إنه المرأة مالتي تاسك وإنه هي أفضل من الرجل. هو ما قرأ نهاية الأسطر اللي هو حطه، يقول لك هي المرأة عندها قدرة أكثر من الرجل على إدارة المواضيع. أستاذ مؤمن، أنت قرأتها لو ما قرأتها؟ أستاذ مؤمن، أنت بدون صورة قدام العالم أثبتت إنه المرأة أفضل من الرجال، وأنا أقول لا، المرأة مو أفضل من الرجال، كل واحد له التاسك مالته. أستاذ مؤمن هسه قدام الكل زين شاربك، قدام الكل زين شاربك واحترم نفسك، وبعد تروح لا تحط روحك بهاي المواقف السخيفة. أخوان، كل المصادر اللي صعدناها أنا وأستاذ مؤمن اقروها، بس أقول اقروها ووصلوا لنهايتها. أستاذ مؤمن ما يعرف المصادر اللي حطها، هي بالعكس أنا حطيت مصادر هي محايدة، عكس أستاذ مؤمن حط مصادر المصدرين الأخيرة هي تنصف المرأة وتقول المرأة أفضل من الرجل. مؤمن قريتهن لو لا؟ فدوى روح لك. تمام جمال، وقتك انتهى حبيبي، انتهى اسمعني؟ وقت.